في افلام اول ما تشوف فكرتها تقول ده ممكن تطلع منها كوميديا حلوة جدا. مش لازم تكون الفكرة جديدة او عبقرية، لكن المهم انها تديك مساحة ان الشخصيات تدخل في مواقف كتير، وكل موقف يفتح لك باب تضحك منه وبعدها موقف اكبر وهكذا. وده بالظبط اللي كنت متوقعه من فيلم الجوهرجي. محمد هنيدي ومنى زكي مع بعض ومعاهم عدد كبير من الممثلين، وفكرة عن زوجين حياتهم كلها مشاكل وخلافات واتطلقوا مرتين وبيحاولوا يصلحوا علاقتهم، وفي النص بيروحوا لدكتور علاقات زوجية يساعدهم في حل مشاكلهم. يعني من الاخر عندك كل المقومات اللي تخليك تقول اننا داخلين على فيلم كوميدي ممكن يبقى خفيف ولذيذ جدا، لكن المشكلة ان الفكرة حاجة وتنفيذ الفكرة حاجة تانية خالص. والجوهرجي بالنسبة لي واحد من الافلام اللي وانا بتفرج عليها كنت طول الوقت حاسس ان كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. مش لان الفيلم مفيهوش اي حاجة حلوة، بالعكس في حاجات كويسة وفي ممثلين كويسين وفي مواقف بتضحك فعلا، لكن المشكلة الاساسية ان الفيلم ما كانش مستغل امكانياته بالشكل الكافي. فهل الفيلم وحش ولا هو مجرد فيلم كان عنده فرصة يبقى احسن بكتير؟ خلونا نتكلم عن كل حاجة في الفيلم واحدة واحدة. بص، اول حاجة القصة في حد ذاتها عادية جدا، مش من نوعية القصص اللي اول ما تسمعها تقول يا ايه الفكرة الجامدة دي، لكن في نفس الوقت انا شايف ان القصة كانت ممكن جدا تطلع منها كوميديا كتير جدا. لان ببساطة لما يكون عندك زوجين بينهم مشاكل بالشكل ده وكل واحد فيهم شخصيته مختلفة، وعندك دكتور علاقات زوجية داخل يحاول يصلح ما بينهم، فانت عندك مساحة كبيرة جدا للمواقف الكوميدية. ممكن كل جلسة بينهم تطلع بمشكلة جديدة، وممكن كل مشكلة تتحول لموقف أكبر، وممكن الشخصيات اللي حواليهم تدخل في الموضوع وتزود الدنيا تعقيد. يعني عندك فكرة بسيطة لكنها كانت ممكن تكون أرض خصبة جدا للكوميديا. لكن هنا بقى نبدأ نوصل لمشكلة الفيلم الأساسية، تنفيذ القصة. المشكلة مش إن القصة بسيطة، لأن في أفلام كتيرة جدا قصتها بسيطة ومع ذلك بتبقى ممتعة جدا. المشكلة إن تنفيذ القصة ما كانش على قد الإمكانيات اللي كانت موجودة فيها. انا طول الفيلم كنت حاسس ان في مواقف كانت ممكن تتعمل بشكل اذكى واضحك، لكن الفيلم كان بيعدي عليها بسرعة، وفي مواقف تانية بتحس انها موجودة بس عشان تحرك الاحداث من نقطة لنقطة. وده خلاني في اوقات كتير وانا بتفرج اقول طب ما الفيلم كان ممكن يعمل اكتر من كده. خصوصا ان عندك محمد هنيدي ومنى زكي، والاتنين زي دول لو اتكتب لهم مواقف كوميدية كويسة ممكن جدا يطلع منهم حاجات اقوى بكتير. الفكرة كانت موجودة والممثلين موجود وعدد الشخصيات كبير، لكن اللي كان ناقص هو ان كل ده بيتجمع مع بعض بطريقة تخلي الفيلم فعلا يستغل امكانياته. عشان كده بالنسبة لي القصة كانت عادية جدا، لكن المشكلة انها حتى وهي عادية كانت ممكن تتقدم بشكل احسن بكتير. ونيجي لتاني نقطة وهي الكوميديا، ودي اكتر نقطة خلتني محبط شوية من الفيلم. لانك لما تدخل فيلم لمحمد هنيدي طبيعي تكون مستني انك تضحك كتير في الفيلم، ومش قصدي ان الفيلم مفيهوش كوميديا خالص، لان في موقف بتضحك وفي افيهات كويسة وفي لحظات بتحس فيها ان روح محمد هنيدي موجودة. لكن المشكلة ان جرعة الكوميديا نفسها مش كبيرة بالشكل اللي كنت متوقعه. يعني الفيلم عنده فرص كتيرة جدا للضحك، لكن مش كل فرصة بيستغلها، وفي بعض المواقف بتحس ان الفيلم كان ممكن يفضل شوية عليه ويطلع منه كوميديا اكتر، لكنه بيخلصها بسرعة. وده شيء غريب شوية، لان اصلا فكرة الفيلم نفسها مبنية على الخلافات والمواقف ما بين الشخصيات. يعني المفروض المواقف دي تكون هي قلب الفيلم، لكن اوقات كتير كنت بتحس ان الاحداث ماشية والشخصيات بتتكلم وبعدها مواقف وبعدها موقف، من غير ما يكون كل موقف واخد حقه في الكوميديا. وعشان كده لو داخل الفيلم وانت مستني كوميديا محمد هنيدي بتاعت زمان، فانا شايف انك ممكن تخرج محبط شويه، مش لان هنيدي مش كويس، لكن لان الفيلم نفسه مش بيديله الماده الكوميديه الكافيه. محمد هنيدي هنا بيقدم شخصيه مختلفه شويه عن الشخصيات اللي اتعودنا نشوف بيقدمها، وهنا بالنسبه لي اكتر واحد بيقدم كوميديا في الفيلم، وده شيء متوقع لانه عنده حضور كوميدي قوي جدا. لكن في نفس الوقت مش هقدر اقول ان دي من اقوى شخصيات هنيدي، لان المشكله مش فيه هو، المشكله ان الشخصيات نفسها كان ممكن تتكتب بشكل اقوى. يعني انت عندك ممثل عنده قدره كبيره جدا على الكوميديا، وكان ممكن تديه مواقف اكتر وافيهات اكتر وتفاعلات اكتر مع الشخصيات اللي حواليه. اما منى زكي فكانت عامله شخصيه مختلفه عن الشخصيات اللي شفناها منها قبل كده، وده من الحاجات اللي عجبتني فيها. هي بتحاول تبني الكوميديا على شخصيه ياسمين وطريقتها في التعامل مع عمرو، وبتحاول تستغل طبيعه الشخصيات علشان تطلع منها مواقف كوميديه. لكن المشكله برضو ان الشخصيات نفسها ما كانتش فعاله قوي طول الوقت. يعني منى زكي عامله الشخصيه بطريقه كويسه، لكن السيناريو مش دايما بيديها المواقف اللي تخليها تظهر بالشكل الاقوى. احمد صلاح السعداني اللي بيجسد شخصيه الدكتور، والدور في حد ذاته كان ممكن يبقى مهم جدا، لان فكره ان زوجين يروحوا لدكتور علاقات زوجيه اصلا المفروض انها تفتح باب كبير للكوميديا، والسعداني عمل الشخصيه بطريقه كويسه. لكن المشكله ان رغم ان دوره كان كبير الا انه بالنسبه لي ما اثرش خالص الفيلم بالشكل المتوقع. يعني الشخصيه موجوده وبتشارك في الاحداث، لكن تاثيرها الحقيقي على الفيلم مش بنفس حجم وجودها. وكنت اتمنى ان الفيلم يستغل الدكتور اكتر، لان تخيل مثلا ان عندك زوجين كل واحد فيهم عنده وجهة نظر مختلفة تماما، والدكتور بيحاول يفهم مين فيهم غلطان، وكل جلسة تتحول لمشكلة جديدة.
ده لوحده كان ممكن يعمل كمية مواقف كوميدية كبيرة جدا، لكن الفيلم مش بيستغل الفكرة بالشكل ده، وعشان كده شخصية الدكتور بالنسبة لي كانت كويسة في الأداء لكن مش قوية في التأثير. أما باسم سمرة فبصراحة دوره بالنسبة لي ما كانش له لازمة كبيرة في الفيلم، ودي من المشاكل اللي قابلتني مع عدد من الشخصيات. تحس إن الفيلم عنده شخصيات كتيرة لكن مش كل الشخصيات دي ضرورية فعلا. وباسم سمرة ممثل كبير وكان ممكن جدا تستفيد منه في دور أقوى أو شخصيات ليها تأثير واضح على الأحداث، لكن هنا وجوده بالنسبة لي ما كانش إضافة كبيرة للفيلم وما كانش يحتسب دور. ودور باسم سمرة ممكن يتشال في الفيلم ومش هيأثر خالص على الأحداث. نيجي لطارق عماد زهرة، كان عادي جدا بالنسبة لي، مش شايف إن الشخصية كانت سيئة لكن في نفس الوقت ما كانتش شخصية مهمة أوي في الفيلم. والأغرب بالنسبة لي إن القصة جمعتها مع أحمد صلاح السعداني جوه الفيلم، برضو حسيت إنها ما كانتش ضرورية بالشكل الكافي. يعني بدل ما تكون الشخصية دي جزء أساسي من الأحداث تحس إنها موجودة على جنب ومفيش تطور كبير يخليك تقول إن الشخصية دي كان لازم تكون موجودة. وده بيرجعنا لنفس المشكلة، الفيلم عنده شخصيات كتير لكن مش كل الشخصيات واخدة حقها. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم بشكل مفاجئ كانت حاتم صلاح، رغم ان ظهوره كان صغير وبيظهر كضيف شرف، لكن بالنسبه لي كانت من الشخصيات اللي ظهرت وعملت تأثير احسن من شخصيات ادوارها اكبر. ولو هنقيم الفيلم ده هديله 5/10، مش اقل من كده، لان في حاجات كويسه فعلا، ومش اكتر من كده لان المشاكل في السيناريو والكوميديا والشخصيات كانت واضحه جدا. وفي النهايه الفيلم مش من النوع اللي هتندم انك شفته، لكن برضو مش الفيلم اللي هتخلصه وتقول ايوه دي كانت عوده قويه لمحمد هنيدي. هو ببساطه فيلم كان ممكن يبقى احسن بكتير لكن للاسف ضيع الفرصه. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، وسلام.